جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. النجم طارق بطولة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عباس رشاد، محمد محمود وهبة توفيق. الشرف النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، صبحي حكيم. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس رؤية درامية وحوار سيد رشوان. إخراج علي عبد الحليم. عشان توصل وجيت القاهرة عشان تدرس في الجامعة دي يا باشا. عشان ما فيش كلية اقتصاد وعلوم سياسية في جامعة جنوب الوادي، وانا كان طموحي ادرس سياسة. سبب مقنع. بس انت بقى ما كنتش عايز تخش كلية اقتصاد وعلوم سياسية من الاساس. يا ترى فاكر كان نفسك تخش كلية ايه بعد الثانوية العامة ولا ما انتش فاكر؟ والله خير نص كلية بشرات ايه اللي عاوز تدخلها يا ولد باطل؟ يا حبيبي يا حبيبي يلا اسمها كلية شرطة. اسمها نبقى زي ما نبقى ليها ناس يا ولد كلية البشرات دي. انت تخش كلية تربية وتطلع مدرس انجليزي وتدي دروس لعيال البلد وتاخد لك جراتين على الاسفل وتبني لك فيهم بيت بالمسلح. لا يا أمه لا، يعني حلم. انا ما سيبتش العيال اكل الكتب واطلع على بنت جاز علشان انجح واطلع الاول على محافظة الدنيا كلها علشان في الاخر اطلع مدرس انجليزي وابني لي بيت بالمسلح على الاسفلت. واحلامك دي تطلع ايه بابا يا ولد روح؟ ده ظابط يلا باشا، تبقى انت مسؤول بالباشا. احنا مش بشوات ولا هنبقى بشوات عمرنا. لا هنبقى يا عم. انا احلام مخنوق هنا بين الجبل والنيل، لازم اركب لي حسن حال وتلقيها للعين. وفين هتاخدك احلامك يا ولدي؟ في المكان اللي هعرف احققها فيه يوم. انت بتقول كلام مش كلامنا. انت لبسك جن يا ولدي، هتبقى الاحزاب. لما احب على يدك احب على راسك كمان. مفيش وقت الحديد ده. الباشا اللي هيتوسط عشان اخش الشرطة عايز 25,000 جنيه ولازم نتصرفوا فيهم دلوقتي قبل الساعة الجاية. يا اجل كلمتين من هروح ودول هنجيبهم منين؟ لقينا مساخير في الغيط وانا معرفش مالك ولا ايه؟ لا هنبيعوا الغيط كمان البهنتين والمعزتين والحمار. لما ابقى باشا زي الباشا اللي هياخدهم هرجعهم مصلحة تبقي فيها الست اللي تؤمر وتنجز. اللي عند حملة يحن بيها حماره. لا تقول الكلام ده يا عم. يعني دماغك ابوك ومش هسيبك تبيعها وتضيعها علشان هوت في مخك. عاوز بقول لك حلم مخنوق يا الله. يدخلك حلمك احسن ما هو يخرجك. انت مدبرت في نفوخك ولا ايه؟ عاوز تشتري بقرش بلح يبقى لك في البلد نحت 25,000 جنيه. ايه دول اللي هيخليك باشا يا ولد روح؟ كان خيرك اشتر. اللي يبص الفوق يتعب
واللي يلبس ثوب غير ثوبه تشوفوا الناس عيان. يا يما انا اللي ما يبكيش على حالي في حياتي يوفر دموع وقت مماتي. اني هبيع ارض ابوي وادفع للباشا، ولو سبت حلمي يموت هموت معاه. يا ريتك كنت سمعت كلامها وما بعتش ارض ابوك واتجوزتين. كل شيء كان ماشي تمام. دفعت للباشا ونجحت في اختبار الطبي والرياضي، وقبل اختبار كشف الهيئة حصل اللي حصل. ما كانش لا على البال ولا على الخاطر. كانت صدمة شديدة عليها فعلا، اخوها وارضها ومستقبل ابنها. انا اللي صدمتي اشد. لكن انت حضرتك عرفت الموضوع ده منين؟ هو عيب انك تسألني سؤال زي ده، بس انا اريحك. عرفت من ملفك في اختبارات القبول بكلية الشرطة سنة 97 اللي ذكر فيه رفضك لأسباب أمنية تتعلق بالملف الأمني لخالد بكر اللي توفى في المعتقل من 2 سنين بس الموضوع ده ما يدينيش في شيء، بالعكس ده يشرفني. يشرفك ان خالك يبقى يشرفني ان واحد مكاني خسر ارضه وماله وخسر حلم عمره كان انهار واحبط. لكن انا بعد ما وقعت قمت من تاني ورجعت اقوى من الاول وكملت مشواري وركبت الاحلام جناحات فعلا وطرت بيها لبعيد. كده تبقى كسبت يا دكتور باهر، مبروك. الله يبارك في حضرتك. يعني كده نقدر بقى نحدد معاك حفلة الخطوبة. انا مش لاقي نتكلم اي حاجة تضحك حضرتك بالشكل ده. انت واخد في عصرك والسعيد قوي يا راجل. انت كسبت الليفل مرحلة، مجرد ليفل، لسه في ليفل اعلى والليفل بعده اعلى واعلى. لسه بدري قوي على ما اللعبة تنتهي، وساعتها ممكن اقول لك مبروك الكبيرة او اقول لك جيم اوفر. ايه ده؟ ايه اللي بابا بيعمله ده؟ انا مش قادر اتخيل خالص اللي انت بتحكي له ده. انا بحكي لك اللي حصل بكل موضوعية من غير ما ازود حرف ولا نقص صفر. انا مش قادرة افهم ولا قادرة استوعب. طب ايه المبرر؟ هو انت فاهم حاجة؟ لا فهمني ارجوك. اكيد مش فاهم حاجة زيك بالظبط، مش قادر كمان استنتج. لو هو شايفني مش مناسب يرفضني. يرفضك؟ ايوه، من ايه اللي صار انه يفتش في النادي بتاعي ده يوم العيد. لا بقول لك ايه، انا لازم اتكلم مع بابا وحاول. لا طبعا، لا طبعا هاتي التليفون ده. كلمني دلوقتي. ده ابويا يا بابا، ده ابويا، والمفروض اللي هو بيعمله ده علشان، ومن حقي ان انا افهم هو بيعمل ايه بيعمله ليه. انا صحيح سلمت الموضوع علشان ادي فيه قرار، انما مش للدرجه دي. ده كده غير شخصيتي تماما، وده بقى انا ما اقبلوش حتى لو من بره. ارجوكي يا شهد بس، ارجوكي يا شهد ما تخليش القرار متفرعون. اهم حاجة بتعادل بيه في شخصيتي، فاهمني يأمني اصلا ان انا جيت من غير توصية ولا شفاعة من حد. هو ده الحب ده. مش عاوز احس دلوقتي بقى ان انا بستخدم القواعد الضغط علشان يناسب. لو فهمنا كده محدش هيقدر يتوقع رد فعله ممكن ساعتها يكون مين. يعني ايه؟ انا مش قادرة افكر، مش قادرة اكمل حياتي في التوتر وحال العصب ده. بس مين كده يا شهد؟ يا باهر انا بحبك،
جوازة مستقبلي انا، وانا فاكرها مناورة سياسية لازم يطلع منها بأكبر مكاسب وضمانات ممكنة. لا طبعا الحكاية مش كده، على الأقل بالنسبة لي. أنا مليش دعوة بماضيك، أنا اللي يهمني إن أنا متأكدة إني هكمل عمري وأنا سعيدة وأنا جنبك، وأنا لازم يفهم ده. لا مش لازم بابا يفهم، المهم إن أنا أبقى فاهم، والأهم إن أنا حاسه. مش بتعذبيني بدموعي، السنة بقى أنا سبب الدموع، أنا بقيت شهد من بعد ما عرفتك يا شهد. قربي الحمد لله. ما شوفش الدموع دي ابدا، فهمت؟ اذا كانت دموع فرح بس. هي فعلا دموع فرح، دموع فرح انك ظهرت في حياتي وربنا بعتك ليا في الوقت المناسب. انت مش عارف حمايتك دي صحت جوايا ايه. انا مش زي الناس ما هي شايفاني انت المسؤول الكبير اللي بتتنطط على الخير. ممكن اكون كده ساعات، انما صدقني تقنيع. شهد الحقيقية طارت ورا البنت اللي عمرها لا حبت ولا صاحبت، وبتدير سلسلة مستشفيات والدها وشركاته. سميني بقى معقدة، سميني المرأة الحديدية، انما شهد الحقيقية لقيتها يوم قابلتك يا باهر. فاكر اول مرة قابلتك فيها؟ طبعا انا ممكن ما سلمنا وانا في الساحل الصبح واتخانقنا علشان انا زعقتلك وقلت لك انت ازاي بتتكلمي بالشكل ده؟ انت فاكره نفسك انت مين في مصر؟ قلت لك ده انت عابد منير، توقعت تتدمر وتعتذر زي كل اللي بيسمعوا الاسم ده. لقيتك بتكمل وبتعلي صوتك اكتر وتقول لي هو انتوا اشتريتوا البلد؟ لكن على اخر اليوم كنت بتتمشي على الشط لوحدك. كنت بسمع نيتك وحاطه السماعات في وداني، ولدي خدتني لبعيد، وفجأة ظهر لي 3 شباب حاولوا يضايقوني. صوتت بأعلى مساوئ، لقيت شاب صعيدي جدع ظهر من تحت الأرض وضرب الولاد علقة منه تمام، وما سابنيش غير لما وصلني الفندق واطمن عليا. أموت وأعرف مين زقني. بقى كده حكيت لي يا شهد. تكلم وانت العمر كله يروح قلب شهد. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إبداع الموسيقار الكبير حامي محمد. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار سيد مشروع. العريس. الإخراج علي أحمد.